ساب الشغلانة عشان حرام، وقرار اعتزاله زعل فنانين كتير قوي منه وخاصة أسماء جلال. تعال أقولك إيه اللي حصل. أحمد خالد مصفف شعر طبعا بيشتغل مع كل الفنانين، وكان بيقول إنه لما بيلمس شعرهم بيتخيلهم في صورة تانية، فقرر الاعتزال علشان بيقول إن ده طبعا حرام وإنه ما ينفعش يلمس واحدة لا تحل ليه. ولكن في قرار اعتزاله ده كان استعان بفيديو لأسماء جلال عشان يعني يوضح للناس ازاي بيلمس شعرهم والكلام ده كله، فقرر الاعتزال عشان ده حرام. طبعا لما استعان بفيديو أسماء جلال رفعت عليه قضية، ولكن أحمد خالد قال أنا هفضل عند موقفي ومش هتراجع عن قرار الاعتزال. طبعا مش صح أبدا إنه ينشر فيديو لفنان معين أو فنانة معينة، ولكن كان ممكن يقول إن هو هيعتزل وخلاص بدون الافصاح عن اي حاجه او بدون ان هو ينشر فيديو، لان ده طبعا نوع من انواع الخصوصيه. انتوا بقى قولوا لي ايه رايكم في اللي عمله مصفف الشعر احمد خالد، وهل اسماء جلال تتنازل عن القضيه ولا تتمسك برايها؟